عايزه ايه يا حبيبتي؟ انت عايزاه يقعد جنبك كده على طول ولا عايزاه رجلك على رجليه زي كده، ولا تحبيه ينزل شويه ويوحشك وبعدين ترجعي تسيطري عليه زي ياسمين، ولا تبقي زي الغلبانه دي، ولا تبقي راميه طوبته زي الحاجه اللي هناك دي وسايباه مع نفسه؟ تحبي تبقي مين فينا؟ سيطري بالدلع والحنيه يا شيرين. اصل في دلوقتي مثلين، في مثلين عندي أيوة. مبرجلني. مثل عمته دايما بتقوله، ومثل يعني مامتي مامتك دايما بتقوله، ومامتي دايما احنا نقول لك ايه الصح. اللي عمتي دايما بتقوله: اجري يا بني ادم جري الوحوش، غير رزقك لن تحوش. ماشي اوكي. وماما بتقول ايه؟ ده حلو. لا قبل ما العريس يجي بالطار ولا قعده الراجل في الدار. هي دي، هو ده. لا يعني مثل عمتك ده قبل ما تتجوزي، مثل مامتك ده بعد ما تتجوزي. هو ده ينفعوكي على فكره. مثل عمتك ده بصي نصيبك هيجيلك بتفضلي قاعده عايزه تتخطبي لده وبتحبي ده وده معجب بيكي، وفي الاخر بتلاقي باراشوت نزل ما تفهميش ايه اللي حصل. سبحان الله. انتوا لازم تقولوا لي بقى. على فكره احنا اتكلمنا في الموضوع ده لما كنا قاعدين مع بعض في الكافيه من كام يوم، عايزين نعرف كل واحده عرفت جوزها ازاي. يا نهار ابيض. المايك معاكي يا ريهام عشان انت نسمع ريهام الاول بقى. خلينا احنا لا والله انا كان عادي جدا جدا جدا، كانت صالونات يعني انا ما كنتش اعرف بجد جواز صالونات؟ والله ما كناش نعرف بعض. وايه اللي عجبك فيه؟ وافقتي عليه ليه؟ ايه اللي شفتيه فيه عجبك مثلا؟ والله بجد حنيته يعني. ده قبل الجواز يعني. اوه يا جماعه. ايه ده؟ ايه قبل الجواز ايه؟ طب بعد الجواز ايه؟ لا الحنيه قلت يعني. مش لا اله الا الله. صلي على النبي يا ريهام عشان انت مروحه يا حبيبتي. اقول لك انا بقى. قولي يا دودو. انا خلينا طب نبدا بياسمين. طيب انا بقى كنت انا وجوزي اصلا في جروب واحد وفي شله واحده بقالنا سنين طويله. المهم ان احنا كنا دايما ننقر ونقير. ايه الشوز اللي انت لابسها دي؟ عجباني. ايه دلوقتي القميص؟ بحبها. انا مش عايزه اشربها. بحب اشرب شاي. طول النهار كنا نعمل كده. المهم العلاقه لما ما كانش في اعجاب خالص بقى في الاول. بصي الاعجاب كان بالكاركتر بس ما كانش فيه لسه حب، وقعدنا كتير وسنين بس اللي هو احنا صحاب نقر ونقير. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انت لما تبقي عارفه الشخصيه من غير ما تتجمل، من غير الماسك اللي بيتلبس ده والميك اب اللي بيتحط والفساتين اللي لما تبقي ضاربه البنطلون الجينز زي ستايل بوسي كده النهارده وعامله البوني تيل ونازله وبتتكلمي، ده خلاكي خلاص بقيتي عارفه الشخص ده من جوه على طبيعته. ففجاه لقينا نفسنا ايه ده؟ لو ما كلمنيش النهارده افضل ماسكه الموبايل، كلمنيش طبعا بتقل. ولو مثلا هو بقى جه كلمني بالليل وكنت نايم، اجي اليوم اللي وراه يومين ما كلموش، ما لازم يحس بقيمتي. المهم ها فجالي مره قال لي ايه قبل ما تروحي الشغل انا عايزك نص ساعه. قلت له طيب تمام. المهم نزلنا قعدنا في العربيه، ويا رب ما يكونش بيتفرج علينا دلوقتي عشان اكيد الموقف ده اول حاجه اول مره اقولها. هو ايه قاعد يقول لي ايه بصي انا عايزه اقول لك على حاجه والناس والعلاقات والبيت ده حاجه صعبه وي وكده، وانا يعني بحبك يعني وكده وانا عايزه وسط الكلام انا بحبك وانا بقى اللي هو سايبه بقى بحبك دي خالص مش سامعاها. ايه العلاقات والله حاجه بصراحه تخنق الايام دي عايزه اقول لك وبتاع. ايوه بس انا سالتك سؤال. ايه ده؟ معقوله؟ سالتيني حاجه؟ ايه يا جماعه؟ يعني انا بقول لك ان انا عايزه اتقدم لك وكده. خلاص ماشي بص احنا نصلي استخاره وبتاع وبعد كده شفتوا الستات لما تعمل تقيله؟ انا بقى من جوايا يس